ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو النهارده كده روتين بجهز يعني خلاص. قلت ايه ابتدي ان انا انضف الشقة واشيل بقى واغسل والكلام ده، بس والله يا ريتني ما عملت كده. حصلت معايا مشكلة كبيرة جدا ودخلت في مشاكل اكبر ومشاكل اكتر، فالحمد لله اني جيت على قد كده يعني. اول حاجة كده قلت اشيل الستاير بتاعت اوضه النوم. قلت ابتدي الاول باوضه النوم، اخد سجاد ستاير. الدولاب عملته انا. فاضل لي بس ايه تحت السرير والكلام ده، فايه قلت ايه ابتدي يعني باوضه النوم انضفها اللي هي التنظيفة العميقة، كاستعدادا يعني للولادة. ويا ريتني ما عملت كده والله العظيم. المهم شلت كده الستاير البيضة. قلت ايه اغسلها لان هي مليانة تراب جدا. انا عشان في الخامس زي ما انتم عارفين، فالتراب بيدخل بطريقة رهيبة، فالابيض عندي ما بيبقاش ابيض خصوصا في الستاير. فشلت كده الستارتين اللي عند الشباك واللي عند البلكونة غسلتهم، حطيتهم يعني في الغسالة وغسلتهم. وعقبال يعني ما الغسالة غسلت اللي هما البيض، ابتديت ان انا اشيل اللي هي الستاير التقيلة اللي هي من بره. كنت قايله لكم قبل كده ان الحلقان اللي هي اللي في الستارة بتقع. ف كتير اتكتب لي الكومنت ده، لما تيجي تغسليهم اربطيهم كده بأشرب او حطي شراب، يعني غطيهم كده بشراب. بس ايه الشراب بصراحة ما دخلش يعني ما خدش اللي هي كتلة الستارة كلها. فقلت ايه اعملهم كده ايه بالاشرب وخلاص يعني. والنبي كنت خايفة عليهم الحلقان تتشال منهم، لاني في بتوع الركن عندي الحلقان بتاعتهم متشالة، فتقريبا هم عايزين مكبس، اللي هي المكبس عشان ترجع زي الاول، حاجة زي كده يعني. فقلت بقى بما اني مشغله الموتور، معرفش عندي الموتور دلوقتي بقى بيعلق يعني. فتحت الموتور مثلا، غسلت طبق، يغسل الطبق التاني اللي هو ايه، لو ما فضلت، لو ما استنيتش يعني الحنفيه مفتوحه وما سبتهاش مفتوحه الميه بتقطع، بضطر ان اقفل الموتور تاني وافتحه. فاستغلتها بقى، قلت بما اني هغسل الستاير الم بقى كمان الملايات اللي حطاها على الركنه، لاني من ساعه لما غسلت الركنه وانا فرش الملايات ما شلتهاش بصراحه. وهي نظيفه لان احنا ما بنقعدوش في الركنه حاليا، قعدتنا كلها ايه بقت في الاوضه جوه. فقلت اشيلهم بقى واغسلهم، لاني كمان رحيم قلب لي عليهم قلب بعصير جوافه يعني على الملايه التانية، فكان لازم تتشيل قبل ايه ما توسخ الركنه يعني. فشلت الملايات كده اللي انا حطاها على الكنبتين، وكمان هشيل السجاد، هغسل السجاد كمان بالمره. بما ان ايه بغسل يعني ايه غسيل. وما غسلتش الستاير بس، انا كان عندي هدوم كمان غسلتها، وكان عندي حاجات كتيرة عملتها، ويا ريتني ما اتشمللت ولا قمت ولا شلت حاجة من مكانها. يمكن عشان جيت على نفسي قوي اليوم ده. على فكرة الفيديو متصور من 3 ايام. بس حرفيا انا ولا قادره منتج، ولا قادره اسجل، ولا قادره اعمل اي حاجه، حتى باين على صوتي اني تعبانه يعني. ف المهم هنا انا لميت كده السجاد بتاع اوضه النوم اللي هما الاتنين الحمر، المشاتين الحمر، وكمان اللي كانت في الركنه اللي هي الطويله دي، اساسا دي بتاعت اوضه النوم، فانا كنت فرشاها في الركنه لاني كانت بتاعه الركنه ورا الدولاب. فساعتها انا ما كنتش قادره ان انا اجيبها، فاستسهلت فاخدت دي، فقلت مش مشكله كده كده ايه سهله في دعيكها يعني. بس غسلتهم، وبعد كده جبت بتاعه المطبخ. عايزه اقول لكم ان دي طلعت عيني بجد والله العظيم، طلعت عيني. السجاده من نوع ان هي ما بتشربش الميه، ما فيش ميه، ماما كوبلها ميه ما بتشربش ميه، الميه بتفضل فوق كده مش عارفه. وكمان كانت ما كانتش نضيفة خالص، بقالها كتير قوي ما اتغسلتش. وكمان عشان سودة فيها كده خطوط بيضة، دي كانت مدوخاني بصراحة. بقيت امسك كده ايه الخطوط البيضة، احط عليها كلور وافضل ادعك، فدي اكتر سجادة ايه دوختني. وبعد كده خدت السجادة اللي هي كانت في الركنة. على فكرة السجادة اللي هي الرصاصي دي اللي هي اخر واحدة وريتها لكم، دي كانت نوعا ما مش متسخة قوي، لاني انا على طول فرشة عليها الحافظة. ف
شروق آخر مرة عندي كانت بتروق شالتها، فمن ساعتها ما فرشتهاش يعني. فاتوسخت بقى من اللي داخل واللي طالع، فايه ما كانتش ايه يعني متسخة قوي. فخدتها برضو، قلت ايه بالمرة اخد كل السجاد المفروش عشان ايه اشيله ايه على النظافة، لان السجاد اللي انا لميته مش هفرشه تاني. مش قادرة اجيب نفسي والله العظيم. تمام كده. بعد كده قلت ايه اكنس بقى الارض كده، انا لميت السجاد كله وغسلته تمام. طلعت بقى على الصالة، قلت ايه اخدها كنسة كده، كنت كنسة المطبخ. بس ايه سايبة الزبالة يعني بتاعة المطبخ، ما لسه ما لميتهاش. قلت هلم بقى زبالة الشقة كلها، يعني هكنس اوضة النوم والصالة، وفي الاخر بقى ايه هدخل كل ده في المطبخ والمه، لان انا متعودة اني بلم الكناسة يعني بتاعة البيت من المطبخ، فبكنس المطبخ كله واسيبها كده في حتة معينة لحد ما ايه اخلص الشقة وبعد كده المها. المهم طلعت بقى كل الشوزات بتاعتنا قدام الباب، لاني انا ما عنديش جزامة، وبصراحة عايزة اجيبها بس مش عارفة احطها فين. عايزة اجيب جزامة وعايزة اجيب دولاب اطفال، بس انا مش عارفة احط الحاجات دي فين. يعني لو جبت الجزامة قولولي كده احطها فين، او دولاب الاطفال عايزة اعمل كده دولاب اطفال، آه اللي هو ايه صغير، مش عايزاه كبير قوي، يعني اصغر من النيش بتاعي بحاجات بسيطة، بس مش عارفة مش لاقية مكان عندي في الشقة ان انا احطه فيه، فمش عارفة بقى هعمل ايه. فانتوا قولولي، يعني انتوا عارفين شقتي عاملة ازاي، فلو في مكان قدامكم انا ممكن انا ما كنتش واخدة بالي، فقولولي يمكن ايه آه حاجة إيه تنفعني يعني. المهم هنا بقى طلعت خلاص الغسيل من الغسالة. عايزة اقول لكم اني غسلة انا من الساعة 10 الصبح، وانا بعمل كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي، او اللي انا بقول لكم عليها. يعني انتوا لما جيت انا غسلت ما صورتش، باخد كده ايه لقطات بسيطة من الحاجات اللي بعملها. الستاير البيضة دي تقريبا من الساعة 11 لحد الساعة 3، فهي خلاص كانت نشفت. لان هي بيضة، مش حكاية بيضة، هي خفيفة، وكمان بتطلع من الغسالة ناشفة، اللي هو عايزة تتهوى كده هوا بسيط وايه وخلاص. فبصراحة لقيتها نشفت، قمت شايلاها ومطبقاها وايه وهشيلها في الدولاب، لاني انا مش هفرش الحاجات اللي انا هغسلها. الستاير السجاد انا مش هفرش، هسيب حتى الشقة بتاعتي على الارض، على البلاط كده، هفرش الحافظة بس ايه وخلاص. مش عايزة افرش بقى السجاد، مش عايزة يعني ايه افرش وارجع اشيل تاني واغسل والكلام ده. يعني انا الغسيل اللي انا بغسله، السجاد اللي انا بغسله ده هشيله برضك، مش هفرشه. زي ما قلت لكم مش هفرش غير قبل الولادة بيومين 3 كده بس. تمام. هنا بقى كانت الستارة الكبيرة اللي دي بتاعت البلكونة، دي كانت خلاص اتغسلت، لاني كنت غاسله دي الاول وما حطيتش معاها حاجه، سواء دي او التانية، لاني كنت حاساهم تقال قوي على الغساله. وكمان نشرت السجاد اللي انا غسلته، سبته يتصفى وشطفته، وبعد كده ايه دخلت ونشرته في البلكونه. عايزه اقول لكم ان اهي السجاده السودا دي طلعت عينيا والله العظيم 3، بس الحمد لله يعني نضفت. بعد كل ده بقى كان خلاص تقريبا، هنا كنا حوالي على الساعة 5، قلت ايه بالمرة اعمل الغدا. كنت منضفة المطبخ الصبح برضو، وانا بعمل يعني بعد ما غسلت السجاد، وكمان كنت ايه كنست الشقة كلها زي ما قلت لكم وكده. قلت ايه اعمل بقى الغدا. عايزه اقول لكم ان انا مش بحب الكرنبيت، يعني انا هعمله بس انا مش بحبه. نفسي الايام دي رايحاله جدا، معرفش ليه والله بجد. عايزة اكل كرنبيت، وعايزة كمان اشرب شاي بالنعناع. انا مش بشرب شاي في الطبيعي، ومش بحب الشاي اصلا، والكرنبيت ماليش فيه اساسا خالص، ولا هو ولا الكرنب ولا ورق العنب، التلاتة دول ما بحبهمش اطلاقا. ف او هما ما بيحبونيش، يعني عشان عارفة ان في ناس هتعلق على الكلام ده. فمش مشكلة يعني. بس انا معرفش، انا نفسي رايحاله على طول، يعني عايزة اكله، وانا من الطبيعي ان انا ما بعرفش اعمله. اتصلت بامي قبل اليوم ده بيوم يعني. فقلت لها ماما انا عايزه اكل كرنبيت، قالت لي خلاص تعالي وهعمله لك. فرحت لها بصراحه لقيتها جايبه لي واحده ليا للبيت عندي، لان انا كل شويه اطلبه، ما اعرفش فيه ايه، ما انا في الطبيعي ان انا مش بحبه.
واللي أنا أعرفه إني خلاص شهور الوحم دي خلاص خلصت. أنا دلوقتي إيه في التامن، فشهور وحم مين اللي في التامن دي والّا وحم مين اللي في التامن ده ما أعرفش. بس نِفْسي رايحة له جدًا وعايزة كل شوية أشرب شاي بالنعناع، يعني كوباية الشاي كده عارفين أنتم النعناع الأخضر ده، عايزة أحط كده فيه نعناع أخضر كتير وأقعد أشرب شاي، مع إني غلط عليَّ لإن أنا عندي أنيميا والكلام ده. بس إيه، مش باكتّر فيه، باحاول على قد ما أقدر إيه اللي هو أشرب كوبايتين بس في اليوم، وده غلط على فكرة. الحاجات المنبهة دي بتبقى غلط على الجنين. والدكتورة حذّرتني قالت لي: "اوعي تشربي شاي." أنا قُلت لِك ولا شاي ولا نسكافيه خالص. قُلت لها: "خلاص ماشي هاعمل إيه طيب." بس إيه نِفْسي بتروح لهم، ما أعرفش أكتر حاجتين حقيقي دلوقتي الكرنبيط والشاي. المهم كده جِبت الكرنبيطة، أمي قالت لي بقى أعملها إزاي، مشيت زي ما هي ما بتقول لي. قطّعت الكرنبيط كده وبعد كده عطيته شطفة بسيطة، وقطّعت الخضرة بتاعته وغسلتها، وبعد كده جِبت بيضتين عليهم 3 معالق من النشا وكوباية لبن كوباية دقيق، برضه رجيتهم الرجة اللي انتوا شفتوها دي ونزلتهم على الخضرة. وقبل كل ده كنت باغلي مَيّة على النار وكمان أحط فيها حبة ملح، أول ما المَيّة تغلي بانزّل فيها اسمه إيه، الكرنبيط عشان يتسلق يعني تمام. عايزة أقول لكم إن ريحته مش حلوة خالص وهو بيتسلق، والله العظيم كنت فاتحة باب الشقة وشبابيك يعني البلكونات البيت كلها بالشبابيك، ما باحبش ريحته وهو بيتسلق ولا هو ولا الكرنب. ده في الطبيعي يعني حتى قبل ما أحمل والكلام ده. بس بعد ما بيتسلق باسيبه كده إيه، باجيب طبق أسيبه كده شوية يبرد، بعد كده بابتدي إن أنا إيه، آخده أحطه في الخلطة اللي هي اللي انتوا شفتوها دي، وبعد كده بانزّله في النار. هنا بقى أنا قُلت أعمل الغدا وبعد كده إيه، هابتدي إن أنا إيه، أدخل على الحمام، لإن أنا كل ده أنا روّقت الشقة كلها ونشّرت وعملت وما إيه، ما قرّبتش للحمام. داخلة بقى عشان أصبّن الحمام، رحيم ابني قلب إزازة الصابون في الأرض. لإن أنا أمّا غسلت قُلت إيه، هاسيب بقى الحمام في الآخر أعمله. فدخلت كنت فاتحة بصراحة إزازة الكلور اللي كنت باستخدمه، من الحاجات اللي كنت باستخدمها إزازة الكلور والصابون. فتعالَ هو راح قالب الصابون وراح قالب الكلور على الأرض. قلب كده الاتنين على بعض، فأنا داخلة أنا ما أعرفش إيه اللي مقلوب، أنا مش شايفة، أنا داخلة عايزة أخلّص قبل ما محمد ما ييجي. فدخلت خدت لي حتة وقعة أقسم بالله، أنا فضلت نُص ساعة قاعدة في الأرض مش عارفة أقوم ومش عارفة أتحرك، وما كانش حد معايا في البيت خالص، كان محمد على وصول يعني، ما كانش حد يعني معايا في البيت. قعدت والله العظيم قعدت أعيط أكتر من نُص ساعة، إن أنا مش قادرة وخايفة يكون حصل لي حاجة. بقيت أقول يا رب هات العواقب سليمة. يا رب هات العواقب سليمة. والله العظيم ده اللي كان في لساني طول ما أنا واقعة. أقول يا رب هات العواقب سليمة. كنت مرعوبة خالص لإني وقعت وقعة جامدة جدًا، وخصوصًا الوقعة كانت على ضهري. أنا من الطبيعي ضهري خفيف، مع الوقعة كنت حاسة إن أنا خلاص اتشليت، يا إما يا إما يعني يا إما النهارده هاسقّط، يا إما هيجرى لي حاجة. المهم قعدت أكتر من 3 ساعات بعديها اللي هو إيه، باعيّط ومش عارفة أعمل إيه. فجأة لقيت حاسة إن أنا ضغطي عالي وضهري واجعني ومش قادرة أقف على رجلي، وكان جاي لي بتهيؤات إن أنا بطني بتخس، ما أعرفش ليه، يعني والله العظيم كنت خلاص حاطة في دماغي إني لا قدّر الله يعني بعد الشر، إن الجنين حصل له حاجة أو اتوفى وأنا بطني عمّالة تخس ليه ما أعرفش. فرُحت اتصلت بقى ساعتها بالدكتورة قالت لي تعالي لي دلوقتي بس قبل ما تيجي كُلي شوكولاتة كتير. فأكلت شوكولاتة، رُحت لها قالت لي الحمد لله ما فيش حاجة حصلت، بس كان ممكن يحصل انفصال في المشيمة. أنا ما أعرفش يعني إيه انفصال في المشيمة، المهم ما سألتش يعني أنا رايحة عشان أتطمن. قُلت لها الحمد لله يعني ما فيش حاجة، قالت لي ما فيش حاجة، عطتني إبرتين مثبت وعطتني برشام، والحمد لله إن هي جات على قد كده. ألف حمد وشكر ليك يا رب.